السلام عليكم الدراري. اليوم جينا لكم بواحد القصه اللي مرعبه ومشوقه ديال بصح، تاع واحد الاخ اللي رواها لينا سميتو محمد. هاد الشخص هذا اللي كان عزيز عليه المغامرات والتحديات وداك الشي نتاع الخوف والديور المهجوره وبزاف تاع الحوايج. المهم الاخوان، تا واحد النهار جبت به قدره واحد الدوار اللي كان دوار ما بين الجبال. تما كانت واحد الدار مهجوره كيعرفوها الناس ديال الدوار، الدار اللي ما كتنعسش. الدار اللي ما كتنعش ما كاين حتى واحد جرأ انه يدخل لها من قبل، حيت الحيطان ديالها كاملين مشققين والشبابك ديالها كاملين مسدودين بالخشب، والدار كتبان بحال شي كائن كيتقرب من كل واحد قرب منها. واحد النهار من النهارات جا الشاب اللي سميتو محمد للدوار، كيقلب على المغامرات والقصص ديال الخوف باش يحكيها لصحابو. سمع على الدار المهجورة وقرر يدخل ليها رغم التحذيرات ديال الناس. من الليل اخ محمد دخل الدار، تماك حس بواحد البرد بزاف، بحال اللي الهوا دخل الدار القديم، بحال اللي شي حاجه عمرها سنين. وكل خطوه كتصدر صدى طويل، والظلال على الحيطان كتحرك بحال اللي عندها الحياه. مشى لغرفة المعيشة ولقى واحد الدفتر اللي قديم بزاف مرمي على الطبلة. حاول يبدا يقرا فيه الصفحات اللي كانت عامرة بالرسومات الغريبة وكلمات ما مفهوماش، ما فهمها حد. مع كل صفحة كيقراها حس بعيون كتقرب عليه من الظلام. فجأة سمع همسات خفيفة جاية من الطابق العلوي. طلع الدروج بصعوبة وكل خطوة كتصدر، ولكن ما حبسش. ملي وصل للغرفة العالية شاف راسو في المراية القديمة، ولكن ما كانش هو. كان شخص اللي مغطي بالدم كيبتسم ليه ابتسامة مرعبة. صرخ عالي وحاول يهرب، ولكن البيبان تسدو بوحدهم. بدا يسمع خطوة ورا ظهرو وهمسات كتقول علاش جيتي هنا، غتبقى معانا ديما. هاد اللحظة عرف محمد بلي الدار ماشي غير حيطان وأثاث، بل شي كائن حي كينتصر روح كل واحد كيدخل ليها. حاول يحل الشباك ولكن الهوا تقيل، بحال شي شيطان كيمنعو يخرج. الساعات ولات دقايق وما بقاش عارف الليل من النهار. بدا يشوف الوجوه في الحياة كتبدل وتضحك وتصرخ. أصوات الماضي والحاضر تخلطات، صرخات بكاء، الضحك المجنون. في الآخر لقى راسو في نفس الغرفة اللي بدا منها، ولكن الدفتر محلول على صفحة جديدة مكتوب فيها بخطه: جا الوقت تولي جزء من الدار وما تحاولش تهرب. سكت خيالي عم الدار. فجأة ما تسمعه: محمد محمد مرة أخرى. ولكن الناس كيظنوا بلي الدار ولات فرحانة حيت وصلت الروح جديدة. من داك النهار اللي أي واحد كيقرب للدار اللي ما كتنعش كيسمع همسات كتنادي باسم ديالو، بحال اللي الدار كتطلبو الزيارة الأبدية ديالها. وحتى لهنا نكونو سالينا القصة ديالنا. معكم مغيث من قناة حكايات كل ليلة. إلا عجبتكم القصة متنساوش ديروا لايك سبسكرايب كومونتير، بارطاجي مع شرانك اللي عارفهم كيخافوا يتفرجوا على هاد القصة هادي. وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، ولا بغيتو الجزء الثاني قولوها لي في كومونتيرات. وبيس.